السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بصراحة والله أنا مش عارفة أقول ايه. نبدأ الأول بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. لما ولد في مدرسة علشان إن هو جسمه مليان شوية، زمايله يتنمروا عليه ويضربوه في الفصل، يتلموا 3 ولاد عليه يضربوه ويقولوا له اما تطلع كمان هنكمل عليك. انا مش عارفة والله ايه اللي احنا وصلنا له ده. لما ولاد في 6 ابتدائي، 6 ابتدائي يعني يوصلوا ايه التنمر ده؟ ده قلة تربية، يعني ده قلة تربية اللي احنا وصلنا له ده. ان الولد ده، الولاد اللي عملوا كده معلش مش متربيين، لان محدش خلق نفسه ومحدش ضمن نفسه ان هم يتنمروا على واحد زميلهم ان هو جسمه مليان شوية. الواقعة بتاعت اللي من امبارح كانت ملك، اللي زميلتها ادتها حبة الغلة وقالت لها عشان تتخانق عشان ما غششتهاش في الامتحان. عندهم 13 سنة في اولى اعدادي، ودلوقتي اطفال عندهم 12 سنة يوصل بيهم ان هم يعملوا كده في زميلهم. الولد راح طبعا اشتكى لمامته وباباه قبل كده، قبل الواقعة الأخيرة دي. فباباه قال له احنا مش بتوع مشاكل، وقال لزوجته احنا معلش احنا طالما الواد جالنا بالسلامة خلاص. لا، مفيش كده. في ابنك جالك اشتكالك، المفروض تتحقق وتشوف ابنك ايه اللي مضايقه، عشان ما كانش لو حضرتك كلفت نفسك ورحت شفت ايه اللي حصل لابنك في المدرسة وجا اشتكالك، ما كانش حصل له اللي حصل ده. ربنا يشفيك يا كريم ويعافيك. الولد يا عيني قعد فضل يرجع من يوم الخميس لحد يوم الاثنين، عمال كله ترجيع. راحوا الصيدلية ادوله علاج برضه ترجيع، راح المستشفى، مستشفى الدرس هي اسمها كده، في السويس. وبعدين راحوا المجمع الطبي، وبعدين راحوا لدكتور بره. كل ده من يوم الخميس وجمعة وسبت وحد واتنين، 5 أيام. والولد مش قادر ياكل ولا قادر يشرب ولا قادر يعمل حمام، انا اسفة، مش قادر يا عيني يعمل اي حاجة، وترجيع ترجيع، عمالين يديله حقن ترجيع. واخر بقى مرحلة وصلوا لها لما راحوا بقى المجمع الطبي، دكتور ربنا يبارك له طلب منهم اشعة سونار وتحاليل، واستدعى دكتور مسالك بولية، وشافوا الولد ان هو متدمر. الواد خد كمية ضرب في بطنه وكمية شلاليت، بهدلته يعني، عارفين بهدلته. لما عملوا السونار لقوا ان في حاجة على البنكرياس متجمعة زي كيس مية. وشافوا الأشعة، قالوا لا احنا هنضطر نعمل أشعة بالصبغة. وعملوا للولد يعني قسطرة عشان ان هو يقدر يعمل حمام. فبصراحة الولد اتبهدل علشان شوية عيال مش متربيين. وللأسف الولد وهم بيفحصوه ودخل يا عيني ان هم الدكاترة، الولد دخل في غيبوبة تامة. طبعا في العناية المركزة هو دلوقتي. والبنكرياس حوالين منه كده حاجة اسمها كيس، فعمل ثقب في المعدة. فيعني وظائف الكلى اتأثرت طبعا، فأنزيمات الطفل بتاعت الكلى والبنكرياس والأنزيمات دي كلها طبعا في الضياع. فدعواتكم لكريم، ربنا يا رب ينجيه ويخرج بالسلامة. ويا ريت لو كل ابن أو بنت جايين بيشتكولك ويقولوا لك حصل 1 2 3، اتأكد. معلش انتوا تعبانين بقالكوا كام يوم، اتعب 5 دقايق وروح لابنك او بنتك المدرسة. وطبعا عملوا اجراءات القانونية طبعا جوه المستشفى، ان حالة كريم طبعا وحشة. ولما حكوا للدكاترة ان هو انضرب من زمايله فعملوا محضر. وربنا بقى معاه يا رب كده يخرجه بالسلامة ان شاء الله، وربنا يشفيه ويعافيه. انتوا عارفين مشكلة كريم ايه؟ مشكلة كريم يا عيني زي باباه ما طلع وحكى،
انه بيقول ان هو بيخاف يضرب او بيخاف من المشاكل. يعني كريم كان غلبان جدا 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 من يعني من اصدقائه، اللي هم قالوا انه فعلا كريم غلبان وكريم محترم وما بيقولش الفاظ مش كويسة زي الولاد التانيين. فربنا يخرجك يا كريم بالسلامة ان شاء الله، وربنا يشفيك وتخرج يا رب بألف سلامة. دعواتكم الكريم يا حبايب قلبي. ويا ريت نربي ولادنا ونعلمهم ان احنا ما نتنمرش على حد، لان كل دي خلقة ربنا، ومحدش خلق نفسه، ومحدش خلى نفسه تخين ولا حد خلى نفسه رفيع. يعني يا ريت يكون في احترام شوية. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك في قناتي عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.